راشفورد إلى برشلونة بعد فشل نيك ويليامز ولويس دياز. في صيف مشتعل بالمفاجآت، فاجأ برشلونة الجميع بإعلان تعاقده مع ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد في صفقة ضخمة أثارت ضجة عالمية. لكن في الحقيقة راشفورد لم يكن الخيار الأول. إدارة برشلونة حاولت التعاقد مع نيك ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، لكن راتبه الضخم أوقف المفاوضات. ثم جاء الدور على لويس دياز جناح ليفربول السريع الذي كان من أبرز أهداف هانزي فليك، لكن الصفقة اصطدمت بجدار صلب من شروط ليفربول. وهنا ولد الحل الذهبي، ماركوس راشفورد. من هو راشفورد؟ ابن مانشستر، انضم لأكاديمية اليونايتد بعمر 7 سنوات. ظهر لأول مرة مع الفريق الأول سنة 2016 بهدفين ضد أرسنال. خاض 370 مباراة، سجل عشرات الأهداف الحاسمة. من إنجازاته كأس الاتحاد الإنجليزي سنة 2016، كأس الرابطة الإنجليزية سنة 2017 و2023، وكأس الدوري الأوروبي سنة 2017، ودرع المجتمع سنة 2016، وحاز على أفضل لاعب في مانشستر يونايتد موسم 2022-2023. وحتى في فترة من التراجع خاض تجربة قصيرة مع أستون فيلا على سبيل الإعارة قبل أن يعود أقوى إلى مانشستر، والآن يقرر تغيير القارة كلها. قبل ما نكمل، إذا كنت مهتم بقصص النجوم وتحولاتهم، اشترك في القناة وفعل الجرس، لأننا عندنا أقوى الحكايات الكروية بالصوت والصورة. يلا بينا. لكن لماذا برشلونة؟ برشلونة ليس فقط نادي كبير، بل هو فريق يبحث عن نجم جاهز سريع يحدث الفارق. هانزي فليك وجد في راشفورد لاعبا متعدد المراكز، خبيرا أوروبيا جائعا للنجاح بعد فترة صعبة، وقادرا على إحياء الجانب الهجومي الذي افتقده الفريق. راشفورد أيضا اختار برشلونة لأنه يعرف أنه المكان المثالي للانفجار من جديد بعيدا عن ضغوط البريمير ليج. وليس فقط لاعب، بل إنسان. في ذروة أزمة كورونا قاد حملة وطنية في بريطانيا لإطعام الأطفال المحتاجين، وفرض على الحكومة تعديل قوانين دعم الغذاء. نجم كرة؟ نعم، نجم أخلاق أكثر. السؤال الآن، هل سيستعيد راشفورد بريقه في الليغا؟ هل برشلونة هو التربة التي سينمو فيها من جديد؟ اكتب رأيك في التعليقات. واش راشفورد هو الصدمة الإيجابية اللي كان كيتسناها جمهور برشلونة؟ وما تنسوش قولوا لنا شكون هو اللاعب اللي تبغيوه في الفيديو الجاي. ان شاء الله.